لقد شعرت بالعطش الشديد، سأذهب للبحث عن الماء. هل حدث لكم أي مكروه؟ لماذا لا يساعدنا إخواننا العرب؟ أليست هذه قضيتهم؟ ربما يكون العدو الحقيقي ليس الذي يقوم بمهاجمتك، بل هو الذي يظل صامتا حينما تقاتل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه ليست قضية العرب فقط، إنما هي قضية المسلمين. أين المسلمون حول العالم؟ غثاء كغثاء السيل. لماذا نتدرب على هذه التقنية الجانبية بهذه الكثافة؟ نقاط العدو واضحة أمامنا يا بني. الطعنة تأتي من أخاك الذي يقف بجانبك. وهل برأيك الذي كنت تظنه أخاك ذهب ليحضر الماء فعلا؟